في عندنا بتفور، وعندنا بقلاوه وحجازيه وهريسه معموله سابليه. الاسعار ايه بقى بالمره؟ برضه الاسعار هنا بتناول الجميع، يعني برضه ايه مش السعر الغالي. احنا هنا بقالنا بتاع 35 سنه فاتحين المحل. بدانا الفطيره ايام ما كانت بنص جنيه، وكانت الحاجه رخيصه في الايام دي، واخد بالك. طبعا مع غلو الحاجه وصلت الرقم ده اللي هو 7 ونص، ويعتبر ارخص فطيره في المكان، على اساس برضه ايه الشغل بايدينا احنا، وفي نفس الوقت انت منطقه شعبيه بحته قوي، وفيها مصانع بتاعت بنات وشباب. عايز ب 10 15 جنيه يفطر وياخد مواصلات ويروح ويجي على قده دي. والحمد لله يعني الاسم بتاعنا مسمع حلو، بيجي لنا ناس من جميع المحافظات، واهو الحمد لله. في ورشه عندنا هنا اللي هو المصنع، هو اللي بيعجن الحاجه دي وبيعملها لنا ويجيبها لنا هنا. هنا معرض، بيعرض البضاعه والحاجه دي. الفطير بيجي لي برضه عجين، انا هنا بس اللي بصنع الفطير، اذا كنت انا او الصنايعي اللي هو بعديه. وبرضه الباشمهندس برضه بيشتغل برضه لو انا مش موجود، واخد بالك. فهي كده يعني، هي يا دوب ده بيتناول الجميع، مش هتقدر تغلي ليه مع ان الخامات غاليه جدا. بس زي ما قال لك برضه الباشمهندس ايه، اللي هي بتفرق حته ايه اللي هم شغالين بالايد، يعني ايه مش بجيبش صناعيه ثانيه من بره، احنا بنصنع كل حاجه بنفسنا. فدي برضه هي عامله فرق برضه، واخد بالك. في نفس الوقت هي بسبعة ونص كده يعني، كده كويسه. الفطيره عباره عن دقيق وملح وميه، بتتعجن، بتتعمل بعد كده بتتعجن بالزبده والكلام ده، بتتهوى قدامك زي ما انت بتشوفها، بتحط فيها كسر زبيب وجوز هند. في بيتعمل بالجبنه القديمه، وبيتعمل بالعسل الاسود. لو انت عايز حوادق انت بتجيبها لي وانا بعملها لك، بالبسطرمه بالبيض بالجبنه باي حاجه انت عايزها، انت حوادق بتجيبها لي وانا بصنعها لك. انا باجي مثلا من الساعه 6:30 بروح الساعه 3. لو شغل طالب موجود، اي حد موجود بيبقى موجود معانا، يعني احنا ايه مش مرتبطين بساعه، طول ما في شغل انت شغال، خلاص وقتك انتهى بتاخد بعضك وبتمشي دقايق. يعني بتهوى قدامك بتخش اقل من دقيقه بتكون طلعت بره. انا بقالي من وانا عندي 6 سنين في المهنه دي، لان هي دي مهنه الجدود، من جدي الكبير كان حلواني لعمامي بقى وكده، واللي علمني الصنعه دي صنعه الفطير اخويا الكبير، هو اللي علمها لي.